واش عارف علاش كتخاف بلا سبب حقيقي؟ الرهاب راه ماشي ضعف كما كيفسروه بزاف ديال الناس، راه مجرد برنامج في العقل الباطن. العقل الباطن خدام بحال شي نظام انذار. الا وقع لك شي موقف واخا بسيط وتفسر كخطر، فعقلك الباطن كيخزن هذا الخوف وكيعاود يشعلو كل مره كتقرب من نفس الوضع. نعطيك مثال، شي واحد يا المدرسة ولا الخدمة، المهم بغا يشرح شي بحث ولا شي مشروع قدام الناس، شوية تلف بدا كيدخل ويخرج في الهضرة، شي حاجة لي عادية كتوقع، هز عينيه لقى بنادم كيضحك عليه ولا سمع شي كلمة اللي ناقصة، بحال خونا كاع ما كيعرف يهضر. العقل الباطن سجل اللحظة بحال شي كسيدة، يعني الإحراج قدام الناس يعني تهديد للحياة الاجتماعية. من داك النهار غير كتقرب تهضر ولا تجمع، العقل كيطلق نفس الإحساس واخا ما يكون حتى شي خطر. العقل الباطن ما كيحللهاش، كيخزن الإحساس ويربطو بالمكان. مرة واحدة كافية باش يدير اسوسييشن. الحل علمي، العلاج ماشي غنقول لك حبس الخوف، ولكن عاود برمج الانذار اللي عندك في دماغك. غتقول لي كيفاش؟ غنعطيك 3 ديال المراحل ديال العلاج. المرحلة الأولى تعرض تدريجي، يعني ما تحاولش توقف الخوف دقة واحدة. المرحلة الثانية التنفس العميق، كينقص إشارات الخطر وكيخليك مكالمي شوية. المرحلة الثالثة المواجهة، حاول تكرر التجربة بلا ما تهرب منها. هاد المرحلة كتحاول تخلي العقل يتعلم وكتحاول تفهمو أن الخطر راه مكاينش. هاد الطريقة مستعملة في العلاج المعرفي السلوكي ومثبتة علميا. الرهاب مكتسب، وأي حاجة مكتسبة يمكن تفك منها. إلا بغيتي فيديوهات أكثر علمية وبسيطة خلي معك متابعة.